قال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أدعوكم أولا أن نتصالح مع أنفسنا ومع كل من أخطأ وأخطأنا في حقه، أن نطلب منه السماح. قال ابن القيم رحمه الله: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك الله، فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده. إن أحببت أن يعفو عنك فاعف أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل. تعفو هنا يعفو هناك، تنتقم هنا ينتقم هناك، تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك. اكتب رسالة اعتذار مختصرة لأولئك الذين يقبعون في ضميرك فيزعجون نومك ويغرسون خناجرهم في أحشاء ذاكرتك، لإحساسك بأنك ذات يوم قد سببت لهم بعض الألم. افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح، واطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم، وضع باقات زهورك على عتباتهم، واحرص على أن تظل المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي. هناك فضائل رائعة تحمل شعار الإنسانية، المحبة الكامنة بداخلنا، وهناك في صميم قلوبنا نحمل فطرة قد خلقنا بها دون ما إدراك منا. نعلم عندها أننا مهما غضبنا فسنرجع عن غضبنا، ومهما أخطأنا فسنصلح خطأنا. رمضان يطرق الأبواب، دعونا نستقبله بالاجتهاد وبصلة الأرحام. لا تدع الغضب ينتصر عليك، فهل سنظل مصرين على التخاصم والتناحر؟ هذا ليس تصرف مسلم مقبل على الشهر الكريم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نبتدئ رمضان بصفحة جديدة بيضاء خالية من المشاكل والمشاحنات والحقد والكره. دعونا نستقبل رمضان بقلوب صافية. عسى الله أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل. أدعوكم أن تقبلوا على شهر الخير وقلوبكم مليئة بالعفو والتسامح تجاه كل من حولكم، حتى وإن كان بدر منهم إساءة لكم أو أذى، فمبادرتك للتصالح معهم ستزيد من أجرك وتريح قلبك وتقربك من ربك وترضيه عنك. انتهزوا هذه الفرصة وفوزوا بالأجر، فمن ترك شيئا يبتغي فيه وجه ومرضاة الله عوضه الله بأحسن منه. فانفض عنك رداء الخصام وارتدي رداء الصفاء والتسامح. انتصر على نفسك وقدم لكل من أساء لك السماح. دعونا ننتهز هذا الشهر الكريم لكي يكون بدايته التسامح والعفو عن كل من أساء إلينا. اللهم اجعل هذا الشهر دعوة للتسامح بيننا، فقد أكون في يوم من الأيام اغتبت أحدكم، ولا بد من زلة اللسان في نفسي أو مع جماعة، بقصد أو بدون قصد. أتمنى أن تسامحوني إذا كنت قد اغتبتكم. أبعث لكم بهذه الرسالة، فإذا سامحتني أعد إلي الرسالة. هي دعوة للتسامح، فلنصفي أنفسنا. سامحوني وأنا أشهد ربي أني قد عفوت عنكم لوجه الله تعالى. دعوها دعوة للتسامح قبل رمضان. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، ولو انتقدت بني الزمان وجدت أكثرهم سقط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. جعلنا الله من العافين عن الناس، ورزقنا عفو ورحمة رب الناس، وجنبنا الزلل في القول والعمل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. ولا تنسى، رمضان هو ليل ونهار.